السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أخبار ريال مدريد ليوم الأربعاء 13/8/2025. ريال مدريد يضرب تيرول برباعية بعد اعتراض الريال الكلمة الأخيرة بشأن مباراة برشلونة وفياريال. ميليتاو يستعيد بريقه. إحصائيات رائعة لجولر ضد تيرول. الذكاء الاصطناعي يتوقع صراعا قويا بين برشلونة وريال مدريد على لقب الليغا. ريال مدريد يرفض نقل مباراة برشلونة وفياريال إلى ميامي ويخاطب الفيفا. مفاوضات أولية بين مانشستر سيتي وريال مدريد بشأن رودريجو. تفاصيل مكالمة جوارديولا مع رودريجو. أردا جولر يستعد للرد على ثقة شافي ألونسو في ريال مدريد. تفاصيل كل هذه الأخبار، ولكن لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويا ريت تدعمونا بعمل لايك لهذا الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصلكم دايما أخبار الملكي ريال مدريد. ويلا بينا. ريال مدريد يضرب تيرول برباعية. انتهت أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره تيرول النمساوي بفوز المرنجي بنتيجة 4-0 على ملعب تيفولي الجديد، وذلك ضمن تحضيرات الفريق للموسم القادم. وسجل أهداف ريال مدريد كل من إدري ميليتاو في الدقيقة 9 وكيليان امبابي هدفين في الدقيقتين 12 و59 ورودريجو في الدقيقة 81 من عمر المباراة. بعد اعتراض ريال مدريد الكلمة الأخيرة بشأن مباراة برشلونة وفياريال، أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن اعتراضه على نقل مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة 17 من الليغا إلى خارج إسبانيا. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا هم من سيكون لهم الكلمة الأخيرة بشأن مباراة فياريال ضد برشلونة في ميامي، سواء بالسماح بها أو بمنعها. القرار النهائي سيكون بيد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، كما تنص الفقرة 4 من المادة 6 في نظام الفيفا الأساسي الخاص بالمباريات الدولية. البند ينص على بصرف النظر عن صلاحيات التصريح المحددة في لوائح مباريات فيفا الدولية، تحتفظ هذه الهيئة بالحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن التصريح بأي مباراة أو مسابقة دولية. ميليتاو يستعد بريقه. استعاد البرازيلي إدري ميليتاو بريقه وسجل منذ قليل هدفا في شباك تيرول النمساوي خلال المباراة الودية استعدادا للموسم الجديد، مؤكدا جاهزيته بعد موسمين عانى فيهما من إصابتين خطيرتين في الرباط الصليبي. المدافع المدريدي ظهر بالثقة في عودته وقدم إشارات إيجابية توحي بقدرة الفريق على الاعتماد عليه من جديد في قلب الدفاع. عودة ميليتاو للملاعب بدأت في 9 يوليو الماضي بعد إصابته أمام أوساسونا في نوفمبر، حيث شارك تدريجيا وترك بصمته بهدف رائع من منتصف الملعب أمام ليجانس. ورغم أن أرقامه في آخر موسمين توقفت عند 31 مباراة فقط، لأن قيمته الكبيرة ظهرت جليا في موسميه السابقين مع كارلو أنشيلوتي حين خاض 101 مباراة وكان أحد أعمدة الدفاع الأساسية. أهمية ميليتاو تزداد مع خطة تشابي ألونسو المعتمدة على 3 قلوب دفاع في ظل تراجع مستوى روديجر ومعاناة ألابا من الإصابات وتذبذب أداء أسينسيو، بينما يبقى الشاب دين هويسين رهان المستقبل. عودة النجم البرازيلي لمستواه قد تمنح ريال مدريد الصلابة التي يحتاجها هذا الموسم. الذكاء الاصطناعي يتوقع صراعا قويا بين برشلونة وريال مدريد على لقب الليغا الإسبانية. تشير توقعات شبكة أوبتا أن سيناريو الموسم المنصرم من الدوري الإسباني سيتكرر الموسم الجديد بحصر الصراع بين الغريمين برشلونة البطل ووصيفه ريال مدريد. التوقعات التي نشرتها شبكة أوبتا ترشح البطل للاحتفاظ بلقبه والوصيف ليبقى في مكانته مع استمرار الصراع بينهما حتى الرمق الأخير من السباق القوي. الغريمان سيخوضان صراعا مريرا وشديدا من أجل حسمه في نهاية الموسم، وما قد يؤدي إلى مواجهة نارية في الكلاسيكو سواء في برشلونة أو في العاصمة مدريد. وفقا لما تقوله التوقعات فإن برشلونة سيحتفظ بلقبه بفارق 3 نقاط فقط عن غريمه ريال مدريد، بينما سينهي الضلع الثالث لليغا أتلتيكو مدريد الموسم ثالثا بفارق شاسع عنهما. قل لي في التعليقات، هل الذكاء الاصطناعي يكون محق في كلمته أم لتشابي ألونسو وكتيبة ريال مدريد رأي آخر؟ خطة مدريد الدفاعية تتضح قبل انطلاق الموسم.
بدأت ملامح خطة شابي ألونسو مع ريال مدريد لموسم 2025-2026 تتضح، حيث اعتمد المدرب الإسباني على خط دفاع رباعي في التدريبات والمباريات الأخيرة، مدعوما بتشاوميني كحائط أمامي. الثنائي الدفاعي ديان هوسين وإدري ميليتاو أصبح محور هذه المنظومة، مع سعي ميليتاو لاستعادة مستواه بعد إصابات طويلة وتأكيد هوسين جدارته بثقة المدرب. نجاح هذه الخطة قد يمنح ريال مدريد صلابة دفاعية ويحرر تشاوميني من أدوار قلب الدفاع. مفاوضات أولية بين مانشستر سيتي وريال مدريد بشأن رودريغو. وفقا لشبكة سكاي سبورتس، أجرى نادي مانشستر سيتي محادثات أولية مع ريال مدريد لبحث إمكانية التعاقد مع الجناح البرازيلي رودريغو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أوضحت الشبكة أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، وسط شكوك حول قدرة مانشستر سيتي على تحمل التكاليف المالية للصفقة دائمة في ظل أسعار السوق المرتفعة. وأضاف التقرير أن مستقبل رودريغو لا يزال مفتوحا، حيث لم يحسم اللاعب موقفه بشأن الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف. تفاصيل مكالمة جوارديولا مع رودريغو. عاد اسم رودريغو غوس ليتصدر مشهد الانتقالات بعدما كشفت تقارير إسبانية بأن مانشستر سيتي جدد اهتمامه بضم اللاعب البرازيلي. وذكرت صحيفة ماركا كواليس مكالمة خاصة جمعت النجم البرازيلي بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا. المكالمة جرت العام الماضي 2024، وحملت عرضا مباشر من جوارديولا لضم جناح ريال مدريد إلى مشروعه الطموح في إنجلترا، لكن اللاعب اختار حينها البقاء في سانتياغو برنابيو. ورغم ذلك يبدو أن القصة لم تغلق بعد، فمدرب السيتي ما زال يضع رودريغو على رأس قائمة أهدافه هذا الصيف، خاصة إذا رحل سافينو عن الفريق. في المقابل يتمسك ريال مدريد بلاعبه الذي يرتبط بعقد حتى 2028، ولن يفتح باب الرحيل إلا أمام عرض يتجاوز حاجز 100 مليون يورو. أردا جولر يستعد للرد على ثقة تشافي ألونسو في ريال مدريد. كشف الصحفي ماريو كورتيغانا عن لحظة رمزية جمعت بين صانع ألعاب ريال مدريد الشاب أردا غولر ونجم الفريق السابق لوكا مودريتش قبل العطلة الصيفية للاعبين. بعد خروج الفريق من نصف نهائي كأس العالم للأندية، أهدى مودريتش الذي ودع النادي بعد 13 موسما حصد 18 لقب خلالها قميصه رقم 10 إلى غولر، في لفتة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها له. رغم أن غولر كان يطمح لارتداء رقم مودريتش الأسطوري، قرر النادي منحه إلى النجم كيليان امبابي. مع ذلك يطمح الشاب التركي لأن يسير على نهج مودريتش ويثبت نفسه في موسمه الثالث مع ريال مدريد. في ظل قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، لم يكن غولر الخيار الأول في المباراة الحاسمة، مما أثار تساؤلات حول دوره في ظل تصريحات الإيطالي التي ألمح فيها إلى تباعد في التواصل مع اللاعب وتأثره بمحيطه. ومع تعيين تشافي ألونسو مدربا جديدا لريال مدريد، تغيرت الأمور لصالح غولر الذي وجد مدربا يمنحه ثقة وفرصة أكبر، كما ظهر في كأس العالم حيث شارك في معظم المباريات وقدم أداء مميز. غولر عبر عن سعادته باللعب في مركز خط الوسط المتأخر تحت قيادة ألونسو، مشيرا إلى أن المدرب يسعى لمنح الفريق سيطرة أكبر على المباراة ما يتناسب مع أسلوبه. حاليا يأمل غولر مع تعفيف من الإصابات أن يكون موسم 2025-26 نقطة انطلاق حقيقية لمسيرته مع ريال مدريد، مؤكدا استعداده للرد على الثقة التي وضعه فيها تشافي ألونسو ورفع سقف التوقعات التي يعلقها عليه النادي وجماهيره. في الختام، لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش عمل لايك لهذا الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم في أخبار تانية لريال مدريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.